النهارده انا هاجي اقول لكم على تتبيله حلوه جدا من التتبيلات اللي احنا دايما بنستخدمها في المطعم عندنا. هقولها لكم ويا رب ان شاء الله تعجبكم، جربيها ومش هتندمي. بصي يا ست الكل، انت هتجيبي اول حاجه البصل، ويا ريت تقطعي البصل ده على ايدك، ما تقطعهوش ولا بالمبشره ولا حتى بالمضرب. لازم تقطعيه بايدك، بيفرق جدا في الطعم. طب ايه المكونات اللي احنا هنحطها فيها؟ اكيد طبعا هنحط حاجه اساسيه اللي هي الملح والفلفل الاسود. الحاجات بقى الزياده اللي احنا المفروض بنحطها: حبه من الجنزبيل، رشه قليله جدا من قولي معايا القرفه، وحبه من الزعتر المجفف مش اللي هو الناعم. في نوعين من الزعتر، زعتر بيبقى كده مجروش زي ما انت كده شايفه، وفي زعتر تاني بيبقى ناعم قوي. احنا محتاجين الزعتر اللي هو اللي عامل زي الاوريجانو. انتي او روحي عند العطار قولي له كده هيديهولك. بناخد بقى التتبيله الحلوه دي كده كلها. وطبعا انا هكتب لك التتبيله في الكرابشن تحت او في صندوق الوصف عشان ما انساش. بس حاجه بتاخديها بقى بتدعكيها مع البصل حلو قوي 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 قوي. وبعد كده بتكوني انتي مصفيه الفراخ بتاعتك ونغزاها بالسكينه. ليه بننغزها بالسكينه زي ما انت كده شايفه؟ عشان كل التتبيله تخش جواها. في كمان توابل انا نسيت هقولها لكم. من ضمنها اللي هي الكاري، بحطها برضو فيه، بيدي طعم تحفة جدا في التتبيلة ديت. فان شاء الله عشان بس ما انساش اي حاجة من التوابل انا هكتبها لك تحت في صندوق الوصف. ادخلي وشوفي المكونات بتاعتها وان شاء الله جربيها وهتعجبك بجد. بجد طعمها تحفة، ولو سبتيها ليلة كاملة وبتعمليها بقى لأولاد الصبح في السندوتشات طعمها تحفة جدا. ما فيهاش توابل كتير لكن الطعم رهيب. دي تتبيلة من التتبيلات اللي احنا بنستخدمها عندنا. ان شاء الله تعجبك. انا قلت لك بس على الوصفه دي عشان خاطرك انت بس. لو وصلتي بقى لغايه هنا يا ريت تدعميني بلايك وبشير وما تبخليش عليا بالسبسكرايب. ده لو عجبك المحتوى بتاعي، ما عجبكيش خلاص مفيش مشكله، انا مسامحه. ماشي حبيبتي. يلا بقى بألف هنا، وان شاء الله جربيها كده وان شاء الله هتعجبك باذن الله. شكرا ليكي. ولو حبيتوا تحجزوا اي طلب او اي حاجه تواصلوا معايا وان شاء الله بعمل لكم كل الاوردرات بتاعتكم. وان شاء الله تحبوها وتطلبوا على طول.